هذا قايد بن حمد أبا الذراع من الظفير. ونعم. رجال فاضل ولواء في الجيش الكويتي. ومجلسه ما يمل، سواليفه جميلة جدا. يا سلام. الرجل هذا ذكر لي قصة وأحببت أشارك فيها اليوم. يقول أبو عبد العزيز في رجال اسمه زامل الحمر، أمير فخذ من الظفير. والأولين قبل يغزون بعضهم على بعض ويعدونها مكسب. يقول أبتوا لهم عرب من قبيلة ثانية عندهم إبل. نعم. يقول خذ 4 من أخوياه وجوا عندها العرب. يوم جاء نص الليل قال زامل أنتم جلسوا عند الركايب وأنا بروح. العرب في الشتاء الناقة المسوح يقربونها عند البيوت. ليش؟ وليش سميت مسوح؟ ليش؟ لأنها سهلة. المسوح بدون ولدها من يوم على قوة القال يمسح على ظهرها ولا يمسح على طول تحلب. يا سلام. ويقربونها عندهم على أساس إذا جاء أحد في الليل يحلبون له. عجيب. والأمر المهم يخافون عليها من اللصوص والحرامية يسرقونها فيطرفونها جنب البيوت. هم يشوفون البل في المفلة ويدرون أنها ما هذه بغيتهم، يبون البل اللي حول البيوت. فزامل يقصد هالبيوت ويشوف البل اللي حول البيت. يقولوا جيت مطر برد، يقولوا أجي عند بيت هكا الشعر، يقول احتري أهله أسمعهم هم نايمين هم صاحين. يقول أسمع أثر فيه مرت مضنية توها والد وعندها وليد صغير يصيح يا فلان يا فلان، تنادي أثرها تنادي زوجها. قال نعم. قالت تكفى والله أن الجوع ذابحني، يحلب لي من فلانة. تكفى. يقوله الرجال هذا يقوم ويأخذ الطاسة ويمسح على الناقة ودرت هاك الحليب. يوم ملت الطاسة ويشربها ويقط الطاسة ويرجع يرقد. قالت يا فلان، يقول خذت له شوي، يا فلان يا فلان ما حلبت لي؟ قال ما فيها حليب. يقول يوم خذت لي ساعة، يا فلان يا فلان تكفى احلب لي والله اني ميتة جوع ولا في صدري حليب لها الصغير. قال هو يقوم يروح للناقة الثانية. هذا زامل يسمع الكلام هذا ويرقبهم. قال هو يقوم للناقة الثانية ويحلبها لين دكت ويشرب الحليب ويقط الطاسة ويرجع يرقد. قالت يا فلان ليش ما حلبت لي؟ قال ما فيها حليب. يقول وانا اسمعها جايعة وتصيح. يقول وانا ارجع الربعي ولا عندنا قلة تمر شايلينها على اساس، يقول واخذ من هالتمر واحطه لي في طاسة واجي من وراء بيت الشعر وارفعه ومده واخذ يد المرأة واحطه عليه. يقول المرأة نايمة وتعبانة. يقول وانا اخذ الناقتين وانحاشبها كسب. يقول يوم وصلت الربع يفرحوا بهالناقتين وحنا ماشيين. يقول وقعد افكر قلت والله الظاهر بسبب لي مشكلة، الولد الصغير بسبب لي مشكلة في بيت عرب وانا لازم ارجع. وش القصة؟ قال هذا اللي لقيت وهذا اللي لقيت لكني لازم احل هالمشكلة اللي انا سويتها. رجع. يوم رجع شاف اكبر بيت في هالقطين في هالعرب وهو ينصاه، ولا بيت المربع هاك. ويدخل بعض العرب الشق يصير غربي هذا للنساء والشرقي للرجال وبعضهم العكس. هو دخل على شق النساء ولا في حرمة النايمة ولابسة لها بشت وظنه شق رجال. هو ثيابه رطبة وياخذ له مكان ويرقد. يقول إذا أصبحت الصبح أشوف إيش حل مشكلتي. هو إيش في خاطره؟ التمر هذا مو موجود في المكان هذا. وانقام زوج المرأة وشاف التمر والفصام والطاسة ظن فيها ظن إنه بزين. ففكر قال إني أرجع لازم أحل هالمشكلة من شيمته. هذا زامل. يقول أنا أمرح عند الرجال هذا اللي ما أعرفه لكن بيته سبير ووجه رجال شكله. يقول يوم خدت لي الفجر يقول أنا نايم جو العيال قالوا يا أبوي ترى في شقة الحريم رجال النايم. قالوا ايش تقولون؟ قال هو يقول أنا شاب من الضوء أبو راعي البيت هذا. قال تلمسوا ثيابه إنسانها رطبة قوموه قالوا خلوه يجي يتقهوى معي.
يوم جولة ثيابه رطبة. قالوا اي والله رطبة. قال هذا رجال جاء في هالليل ويظن هذا ولا درى. خلوه. يقولوا هم يقومون. هذا من التأني ومن الفطنة ومن الحكمة أن الإنسان سبحان الله يجب أنه يتحرص في مثل هذا الأمور. وهم يقومونه اقلط علينا. يقول يوم قلته لا أنا في، يقول وأنا حط يدي على راسي قلت والله العذر السموحة جيت تعبان. قال يا رجال واضح. يقول هو يقهويه ويعين خير. يقول يوم خذوا للرجاجيل أثر هذا البيت هم اللي يجون عنده الصبح الناس يتقهون. يقولون تقهون عين خير إلا الصوت اللي جاينا المرأة بورعها والرجال يضربها وناصين البيت اللي حنا فيه أثرها بنت راعي الرجال اللي حنا عنده. عسى ما أشار وش فيك؟ يقولوا يكفون عن المرأة مع عصا يضربها. قال الخبيثة هذا فعلها وهذا تركها وهذا مدري ايش وأنياقي سرقت واللي سرقها واحد انت عارفه معطيها تمر ومعطيها ماعون. يقولها الرجال. يقول قال الرجال لا حول ولا قوة إلا بالله. حط يده على وجهه. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنا أنطق. قلت يا معز بن الرحمن. قال نعم. قال تأذن لي أحل المشكلة هذه. قال تكفى حلها. قال أنا زامل أبا الذراع من الظفير وهذا وضعي وهذا وضعي. جيت البارح وأنا في وجهك أبي كسب منكم وتطرفت لين جيت بيت هالرجال ولقيته ما نام والمرأة تصيح عندها وليد تقول تكفى احلب لي ويقوم ويضرب الناقة ويحلب لها يمسح الناقة ويحلب لها ويشرب الحليب ويقط الطاسة وتقوم ثاني مرة من الجوع نص الليل وهذا ما سوى. وأنا والله كسرت خاطري بنت هالعرب. رحت للربع وفتحت الكيس اللي معنا وخدت منه تمر حطيته في معون وجبته وحطيته عند إيديتها أبيها تاكل شيء وتغذيها الوليد. والله واخذ النياق ومشيت. يوم مشيت مع ربعي واذكر اني بسبب مشكلة بسبة هالماعون وهالتمر والحين والله اني جاين البارح علشان احلكم هالمشكلة. الرجال هذا خبيث ورجال دني وله بكفل هالمرأة اللي سوابها هذا. والله على ما اقول شهيد. شوفوا مساحب رجولي من وراء وشوفوا مساحبه وشوفوا الكلام هذا. يقول وهم يهبونه الجماعة كلبوهم. أنت يا الربع كلبوه. قالوا عز الله إنها فيه ونحن عارفين إنه نذل هو قريب لهم بس إنه ماخذ المرأة وفيه شح وفيه بخل وفيه حب للنفس. يقولوا هو قال والله ما عاد ترجع لك هي ولدها. يقولها بالرجال ويذبح له خروفين ويعشي زامل ويقلطه على الخرفان ويرحب به ويفرح فيه فرح عظيم على مثل هالبياض. يوم خلص زامل قال يا زامل. قال نعم. قال علم سلامتك المرأة اللي أنت رحت عندها البارح هذه بنتي الثانية إنسانك تبي تدخل عليها الليلة تراني حاضر عز الله أنك كفو تستاهل وترى مهرها تمرك اللي تعطيته بنت السبيرة. قال وهو يتزوجها وياخذها ويصيرون السبا القبيلتين هذه ويرجع النياق لها وبينهم وبين بعض. هذا من القصص العرب اللي ينفع. طيب هذا واحد اللهم صل على محمد. واحد اتصل علي سبحان الله روالي يعني قصة له عجيب وفيها الحقيقة يعني فائدة. يقول أنا نشأت يعني كمثل أي عائلة عند أمي وإخواني وخواتي ووالده متوفى يعني مبكر. والولد يعني من خلال كلامه طبعا ما أثنى على نفسه لكن من خلال كلامه تدرك أنه نبيه وتحمل المسؤولية والقيادة من يوم كان صغير. وسبحان الله العظيم دائما الظروف تصنع الرجال والصعاب تطلع لك هالأبطال هالرجال. يعني بعض الناس يقول يا رجال هذا أبوه مات أمه توفيت الله يعين يتيم. ما هو بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيم وقاد الأمة بأبي هو وأمي. ولذلك لا تجعلون وفاة الأم والأب مانع من تعزيز ثقة الابن بنفسه. نرجع لسالفتنا. فالرجل يقول تحملت أو يقول حملتني الظروف المسؤولية ونشأت بالبيت. والمشكلة أنه من يوم بديت أدرك الوضع اللي يدور حول البيت وجدت أنه فيه جوانب مالية من أحد أقاربنا أو القريبين جدا من القيمين على يعني فلوس أبوي واللي حولنا ويبدو أنه الأمور مهب يعني متزنة بالحي شيء يروح وشيء يجي. ووالدي يقول والدتي مسلمة أمر لله عز وجل وإخواني صغارين
يعني مستسلمين للأمر الواقع. فيقول بديت أتحمل مسؤولية وبدأت أتحدث مع أقرب شخص بالعائلة وهو رجل كبير، وبديت أعطيه بعض الأسئلة اللي هي شوي حساسة تمس موضوع المال وموضوع. ثم بدأ الأمر يتطور إلى أني كأني صرت وكيل غير مباشر، وصار في أسئلة مطروحة تحتاج الإجابة، وبديت الحمد لله أسترجع بعض الأمور. يقول ابن هذا الرجل الكبير حاط باله علي وحاس أني يعني تجاوزت الحدود شوي، وكأن الموضوع يعني كأن فيها تصفية حقوق وكذا. فللأسف أنه مثل اللي أعلن الحرب علي لكن بطريقة مبطنة، وبدأت سلسلة تشويه السمعة علي بطريقة يعني طريقة سيئة حقيقة. يقول سبحان الله العظيم بعد يعني والد هذا الرجل اللي كنت أنا آخذ وأعطي معه نوعا ما متفهما أو متقبل الوضع، ثم أصيب بمرض هذا الرجل وأقعد بفراشه اللي هو مسؤول القيم الأعلى على الفلوس. أي نعم. فتفاجأت أنا أنه كأنه في رسالة لي ولأمي وأخواني وخواتي، لعلكم ما تزوروننا ولا تقربوننا، ويبدو أن المصيبة اللي جت أبونا منكم وأنتم السبب، من العبارات الموجعة والاتهامات الغادرة حقيقة. يقول أنا تقبلت الوضع لكن ما زلت بصلتي مع هذا الرجل إلى أنه أوقف الباب في وجهي، لا تزورنا ولا جاء البلاء والمرض والتعب إلا منك فلان، يعني عدهم. وسبحان الله يقول أنا ما أنسى كالعيد اللي جينا نبي نعيد أنا والوالدة وذا، ورفضنا تقريبا أن ندخل البيت، ثم حصلت القطيعة. يقول أنا حسيت اللي بيني وبين الله أني أديته خلاص، يعني إذا قيل لك ارجع وأقفل الباب إن شاء الله أن الذمة يعني عفي عنه. يقول سبحان الله العظيم وانقطعنا قرابة يعني تقريبا حول 20 سنة ما نتزاور ولا شيء، وكأنهم أموات. يقول حتى توفي هذا الرجل المقعد وحضرت أنا بالمقبرة، وكاد يتحدث هذا الرجل اللي هو ابنه أمام الناس بكلمة يقول جرحة، وأنا والله ما أدري وش يقصد. يعني كأنه يقول يوم جيت بسلم عليها عزيه قال جاي تعزي من قتلته وحول هالعبارة وكذا يعني. فأدركت أن الوضع واصل لدرجة متأزمة بالحيل، وسحبت نفسي ويعني عشت حياتي أنا طبعا والدته توفيت ثم بقي وتزوجوا. يقول بناتي تزوجا ما حضروا، تراهم يعني درجة القرابة جدا قريبين هم. أحد أبنائي تزوج ما حضروا. يعني أصبحنا فعلا يقول أنا كنت أتألم لأنه رزقنا الله حب صلة الرحم، يعني بهالجانب أنا حريص عليه بالحيل، لكن يا حيلة الله الوضع خلاص. يقول اضطريت أني أبتعد حتى بالمدينة أبعد عنهم، ودائما الأسئلة المحيرة من العيال والبنات واللي ليش ما نروح للفلان، ليش ما نشوفهم، ما والله عندي جواب، يعني أنا متألم بس ما لي حيلة. فما مضت الأيام سبحان الله حول 20، لأنه هذا الرجل كبير الحين. يقول قابل الرجل في محل في مكان ما وسلم علي وتعرف باسمه وقال ترى يعرفك، أنا نسيب فلان اللي هو ابن الرجل. قال ترى هم يسمعون أنه هو اللي يعني متزعم من المشكلة، أن الله يعني فكك من شره مع أنك أنت فيك شر، لكن تراه بالسجن مسجون. الولد أيه الولد مسجون. قال لي والله مسجون لكن عادي. يقول أنا لا شعوري واروح واتصل على ضابط أعرفه بالسجون وطلبت فزعه أنه أول شيء يشوف لي وش قضيته، والأمر الثاني أني بلتقي به. شاف قضيته أثره أمور مالية دين. يقول ورتب لي جزاه الله خير ترتيب، وقابل جاب الرجال بالسجن. يقول يوم شافن كاد ينهار،
كاد ينهار، ما استطاع لا تلعثم لا بالكلام ولا بالبكاء، وضمن وبكى وتألم. قال وش جايبك؟ قال اترك الآن، أنا ما بتكلم عن وش اللي جابن وش الوضع. قال الوضع أنه الحقندين وفلان عطاه اسمه هو اللي يعني تسبب بإيقافي. يقول أنا أموري يعني ما هي بزايدة، لكن مثل الناس لا بأس، واخذ عنوانك الرجال، لأنه هذا كان يبيع ويشري من الناس اللي يلبسون الطواقي، يبيع هذا ويعطي هذا ويعطي، والنية مطية ونيته أصلا مدخولة فسقط يعني. المهم يقول واطلع والله، يقول لي هو يقول والله يا أبو عبد الله طالعك اليوم الظهر لا شعوري وانحر الرجال، واتصل عليه سلام عليكم السلام، قلت أنا فلان فلاني أبى أقابلك. قال من أنت؟ يعني بشأن إيش؟ قلت بشأن فلان. يقول وجي وأقابله، واضرب واقفين لي بالباب وسلم عليه ويقلطن ابن حلال. يقول الرجل مبهر بس جالسني ناظرا. قال أنت ليش جاي؟ قال جاي عشان موضوعه. قال عد اسمك، عطني اسمك. قال أنا فلان فلاني. قال أنا ما استوعبت أنا وشلون أنت جاي؟ شو له جاي؟ قلت جاي عشان موضوعه الرجال ويبيسر الله الأمر. قال اترك الحين موضوع المال، أنت جاي لفلان؟ قال إيه؟ قال فلان أنت شيطان الرجيم. سبحان. أنا بيني وبين هاللي بهالسجن مبايعات وبيع وشراء، وعدد الساعات يسبك وينتقصك، وهنا الشاهد وأنه يقول أنت اللي ساحل نبوه ولاعب بعض الأموال ولاعب. يقول سبحان الله رجع الذكريات فوق 20 سنة، وأدركت أنه في إشاعة أني أنا اللي متسبب اللبوه يوم كان مقعد وأنا قال يا رجال أنت المفروض تفرح أنه سجن، جاي أنت تفزع له. يقول قلت شف بي ما يكفي، ولا تكون مع الشيطان على أخي. ويقول وأنا أمسك إيدي واطلع، قلت شف طلبتك، هذا الموتر جاهز الآن والله ما يحضرنا فلوس، الموتر خذوه رهينه، بس طلبتك نطلع طبعا قبل التنظيم الأخير، أبطلع أنا وياك وبيك تتنازل، ولا أبيه يبيت إلا بين عياله، طلبتك. يقول وأنا أتطلبه. يقول الرجل تألم وتأثر معي. قال شف جيك وهم هذا اللي مسويه، يعني أنت الآن أحرجت، لكن بس لي شرط، أبى أسوي كل اللي تبي بس لي شرط. قال وشو؟ قال بجمعكم كلكم، أنا لازم أجمعكم. طبعا يقول هذا زقرت يعني ما له، بس إلى الآن ما تصور يعني الوقفة. يقول رحنا وسوينا الإجراءات وجزاه الله خير بالواسطة وكذا وكذا، ومشت الأمور وتنازل مؤقت أو خروج يعني بكفالة، ما أدري إيش الآلية. المهم أنا بيه هكل ليلة ينام مع عياله. طلعناه، يوم طلع قال بروح، قال لا ما تروح، نبي نجتمع أنا وأنتم. جمعنا. يقول أنا ما حبيت نجتمع، أنا يقول والله ما همن، أنا بس أهم شيء إنه طلع خلاص يعني ما يعني. يوم جلسنا صاحبنا هذا يقول كان جريء، راعي البيت جريء ما يهمه يعني، ولذلك بعض الناس ودك يبتر، بعض المجاملات ما تصلح، أنت يا فلان فيك شيء، أنت يا فلان قلت هالكلام. قال أنت يا فلان عدد الساعات تسب فلان الفلاني، أنت تقصد هذا اللي فزعك، هذا ساحر أبوك، أنت صاحي أنت يا رب ما تخاف الله. جاي لم الظهر يطق معطيه سيارته يبي يكفل عشان والله لا أتنازل عن نصف المبلغ إكرامية لهالرجال، ما أبي شيء بس أنا لازم تعلمن وش الوضع. يقول الرجل تلعثم وبكى، ويقول حاول يستسمح من، قال هي نزغة شيطان، وابشر والله يا فلان إني بحاول قدر المستطاع أصلح ما فسدت، وأعذرا وأشهد الله وملائكته إنك بريء من كل ما تكلمت. الله أكبر. وحاول أنه يعني يرتب بعض الوضع وزانت أمورهم. وهذا الرجل يقول لي، يقول سبحان الله أحاول أني أدعي إن الله يزيل ما في نفسي. يقول الجرح عميق ليس بالبساطة، ولذلك يقول يعقوب
يقول يوسف سأستغفر لكم. قال أهل العلم سأستغفر يعني سأبذل الدعوة لاستغفار لما وقع في نفسه. الأرواح يا جماعة تراه يعني مشاعر وأحاسيس، محن مكيف إن أوف حار بارد، ما الإنسان ما يملك. ولذلك أنا أقول يا جماعة لو تأملنا في هذا الموقف ولو حاولنا نشخص علاقاتنا المجتمعية أسباب الشحنة لوجدنا نقطتين مهمات، اللي هي السماع ثم سوء الظن. من 20 سنة أشيعت هذه المظلمة على هذا الإنسان وافتري على عرضه وتناقلوها الأجداد والأحفاد والنساء والشباب، وكل واحد يتحدث بعرضه، ما في منهم طبق قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم وفى مع بهيمة لما قال الصحابة رضي الله عنهم خلأت القسواء، قال ما خلأت القسواء وما ذلك لها بخلق. هذا يعطينا بأبي وهو وأمي، يعطينا درس في الحياة إذا كان وفاؤه مع بهائم فكيف بنا ونحن مؤمنين. يا جماعة يجب يكون في علاقاتنا أن نتأنى ولا نستعجل ونسمع. والله لو كل واحد منا طبق إذا جاء علم، إذا جاء خبر، سواء موظف، سواء جار، سواء قريب، سواء أب، سواء أم، سواء زوجة، سواء سمعت، الله عز وجل خلق لك أذنين ولسان، اسمع ثم لا تستعجل. أول حاجة ظن بأخيك المسلم، ثم تأكد وتريث، لا تجعل مجرد استقبال وتبني عليها. يا كم من العلاقات هدمت، ويا كم من الشحناء وقعت، ويا كم من الفرقة بين العوائل وقعت بسبب سرعة الكلام وعدم حسن الظن وعدم التريث. والله من زوجة طلقت، والله من موظف تمشكل مع رئيسه، والله من زميل ترك زميله، والله من جار حارب جاره، والله من صديق خلا وترك صديقه بسبب الاستعجال وعدم التريث وعدم التأمل. إذا سئلت أو إذا استمعت لسوء عن صديقك أو قريبك فقل ما عهدت عنه إلا خيرا، ثم تأمل. يا ليت كل زوج يطبق هذا الكلام، يا ليت كل زوج يطبق. يجي الواحد يقول فلان والله يقولون كذا، ترى هالكلمة هذه شوفون هزتها اليد وغمزتها العين. هذه إحدى الأخوات تخبر بقصتها، تخبر إحدى قريباتي وقريبتي تعلمني، تقول حنا مجموعة أخوات يعني 4 أو 5 أخوات، يعني عشت نشأة يعني طبيعية في بيت واحد كذا، نشأة يعني متشابهة، إلا أن تقول واحدة من خواتي، طبعا كلهم متزوجة كلهم معلمات أو أغلبهم معلمات، تقول سبحان الله واحدة من أخواتي وضعها غريب، يعني وضعها غريب، نشوفها يعني أمورها جدا مسهلة، حياتها كلها جميلة هادئة، هي وزوجها تقول زي العصافير، بصفة تقول زي العصافير والنساء يدققن على مثل هذه الأمور. تقول أحيانا إذا جينا عند بيت الوالدة اجتمعوا مع الأخوات يفضفضن النساء البعض أي تشتكي من زوج، يعني بعض المشاكل وكذا، أو أم زوجها أو كذا أخواته، تقول إلا هي ما عمري سمعت يوم إنها اشتكت من أحد. الحياة تقول كذا ماشية نغم متناغمة، هي حياة وأسرتها وأولادها. تقول كبروا عيالنا وكبروا بناتنا، زوجت بناتها، أختي هذه تقول زوجت بناتها شباب زي الورد، وبناتها يعني الهنا والسعادة أصبحت كأنها ورث، يعني إرث سلالة. تقول يوم من الأيام سألتها، يعني وضع يعني غير طبيعي اللي قاعد يصير ذا غير طبيعي. تقول سألتها قلت يا أختي أنا والله ما يعني ما أحسدك وأقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن أنا ألاحظ ما شاء الله تبارك الله أنت وزوجك وعيالك وكلكم يعني حياة، إيش السر؟ أكيد عندك سر، أكيد عندك خبيئة. حاولت ألحد عليها، تقول والله ما أذكر شيء يعني إلا موقف واحد. تقول أول ما تعينت في قرية جنوب مكة تقريبا يعني 150 كيلو 200 كيلو، جت الساحل وكذا. تقول في قرية في مدرسة ابتدائية، تقول أنا كنت أدرس 5 وسادس،
وكنت أسمع في غرفة المعلمات يسولفون المعلمات وكذا، والحديث يدور حول طالبة في الصف الأول ابتدائي. الطالبة هذه سبحان الله مهملة، يعني هم كلهم في القرى أحوالهم تكون يعني بسيطة، إلا هذه بزوج متسخة، كأنها يعني ما تفهم أو غبية أو كذا، ما تسمع، غير متجانسة مع المحيط اللي حولها، وفي الدراسة متعبانة. يقول المدرسة حقت الصف الأول دائما تشتكي منها، والمدرسات يسولفون، تقول فبحثت عنها حتى لقيتها، وهذه يبدو أنها مدرسة تربية فنية أو كذا، عندها مقر خاص. تقول أخذتها وللمقر اللي عندي وبديت أسولف معها شوي وكذا وأخذ علومها. اتضح أن البنت مسكينة، والابتدائي لاحظ أبوها مطلق أمها، ولا أبو تزوج ولا أم تزوجت، وحطوها عند جدتها أم أبوها. تعرف جدة وفي قرية لا تعرف يعني دراية البنات ولا تمشيط الشعر، تقول حتى شعر ما ادري في زيوت وكذا أشياء. تقول سبحان الله اهتميت فيها، قلت لها اسمعي يا ماما، تقول كذا، قلت لها اسمعي يا ماما، أول ما تجين من المدرسة الصباح تعالي لي هنا. تقول إذا رحت مكة أقول لأخواني في العصر ودون السوق، أخذت لها شباصات ومدري وش هو وأشياء للبنات. تقول جعلتها شغلي الشاغل، ما شاء الله، شغلي الشاغل، أخذها كل يوم لغرفة الفنية هذه، وأقريها وأعلمها وأدرسها وألبسها. تقول والله إني حتى جبت شامبو معي، شامبو، وقمت أغسل شعرها عندها يبدو مغسلة وكذا، ونرتبها وأضبطها. لا إله إلا الله. وحرصت هنا نقطة تحتها سطرين، لا أحد يدري. قلت لها خلي هذا الشيء بيني وبينك، لا تعلمين أحد من البنات. بيض الله وجهك. أي. تقول سبحان الله. ويوم البنت، أصلا البنت جميلة، لكن سبحان الله سوء الحال وكذا، يوم بان وجهها وبان شعرها وبان لبسها. أيوة. تقول وصرت أسمع المعلمة اللي تدرسها تسولف عنها، تقول يا بنات البنت تغيرت ما شاء الله، صارت كذا ما ادري وشو. تقول وانا كتمت هذا في نفسي. تقول وظليت معها سنة سنتين، هي قالت 3 سنوات أو 4 سنوات، البنت صارت 4 أو 5. تقول وانا منضبطة معها كأني أمها، وحاطت حتى بداية العام الدراسي تقول والله نشتريها شنط ودفاتر وأشياء حقت البنات وحاجات كذا، يعني البنات يعرفونها وكذا. الله أكبر. تقول وانتقلت من المدرسة، وهذاك آخر عهدي فيها، وبدأت في حياتها، تزوجت الظاهر وكذا. تقول وبعد تقريبا 20 سنة، أنا ما الله المستعان، بعد 20 سنة تقول رحت دارة التعليم، يبدو أنها كانت معلمة حفل تقاعد أو كذا. تقول رحت الحفل وكذا. تقول وجاتني واحدة يعني أبلة جميلة كذا ومرتب من الضمات الحفل، قالت لي أبلة فلانة؟ قلت لها إيه؟ تقول وتحضني، أنا ما أتحمل الموقف. تقول وتحضني وتقبل رأسي ويدي. قلت لها، قالت أنا فلانة، بنتك فلانة. سبحان الله. تقول أنا، تقول ذلت أنا أخبرها الآن ما شاء الله تبارك الله. تقول يا أبلة ما نسيتك، دعائي لا إله إلا الله. تقول جدتي والله كل ليلة تدعي لك، الله، لأنها لمست غير، انتشرتها انتشار. سبحان الله سبحان. تقول جدتي في كل ليلة تصلي وتدعو لك إلى أن ماتت رحمها الله. يا سبحان الله، لا إله إلا الله. وأنا والله يا أبلة ما نسيتك، لا في حج ولا في عمره ولا في صيام، إلا أدعو لك أن يصلح لك الله الذرية والنية، وأن يبارك لي في عملك
في وقتك. الله تقول سبحان الله، لعل هذا العمل هو الوحيد اللي أذكره، فأنا أقول سبحان الله. لا يعذرني والله ما أتحمل الحق. أنا أقول من هذا المنبر هنيئا لمن نام وهناك عيون تدعو له، أفئدة أكباد تدعو له في ظهر الغيب وهو لا يعلم. كم من توفيق، كم من سلامة، كم من نجاة من مصيبة، كم من رزق ساقه الله لك، كم من دين قضي، كم من أبناء نصرحهم الله بفعل معروف صنعته نسيته. وفي الجانب المقابل نسأل الله العافية والسلامة. كم من رجل ينام ملء عينيه ويأكل ملء بطنه ويضحك ملء شدقيه، وهناك أكباد وقلوب مكلومة تدعو عليه. فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أوصي نفسي وإياكم بالخبيئة التي لا يعلم بها أحد إلا الله، لا يعلم بها إلا الله. صدقة، إحسان، بر، وتحرص أن يكون بينك وبين الله. والله وبالله وتالله لترين أثرها في أولادك وفي صحتك وفي نفسك. هذه المرأة تقول أصبحت كالسلالة، السعادة والأنس أصبح والتوفيق كسلالة في ذريته. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدعى لهم ولا يدعى عليهم. نسأل الله أن ينفع. ذكر قصة قديمة سمعتها منه حول أحد المرات كان في يعني إحدى المحافظات وهو عائد في الطريق، فحصل سبحان الله العظيم أن تعطلت السيارة في الطريق، وكان ذيك الأيام يعني الأمر ليست ميسرة مثل هذه الأيام يعني. فجلس تقريبا يوم كامل وهو يحاول أن يدبر حال، لا جوالات ذيك الأيام ولا شيء ولا. وسبحان الله العظيم يطلع واحد قدرا ماشي في خط من الشباب، شاب، وطلع الرجال هذا الشايب معه في السيارة. قال تفضل يا عم، وين إيش عندك؟ قال والله أنا سيارتي تعطلت هنا ونحتاج إلى. قال والله أنا رجال الموظف وطالع من عملي وأستطيع يعني الآن 2 3 ساعات أني أخدمك فيها. المهم الرجال قام بالواجب واشترى له المطلوب ودبر له واحد يجي يصلح السيارة ويركب. فقال شوف يعني ترى الأمر بياخذ وقت، أنا أطلب منك طلب. قال أبغاك تردى. قال لا يا ابن الحلال أنا والله كثر خيرك اللي ساعدت لنا وكذا. قال لا والله تردى عندي في البيت. سبحان الله. أما الرجال تغدى في يعني أصر عليه فأخذه يغديه. طبعا وهو يتغدى قال له أنا بس بطل العمل لأنه عنده عمله الوردية ثانية 2 ساعات وبرجع لك وبوديك السيارة إن شاء الله يكون كل شيء جاهز. واحتفوا به. طبعا احتفوا به الجماعة كلهم اللي هناك حوله وكذا في محافظة بسيطة يعني. سبحان الله العظيم. رجع الرجل من عمله ويكلمه واحد أثناء انتظاره. قال يا أخي والله شوف حين نبحث لولدنا هذا على عروس، إن كان حولك أحد ترى نبيك تفزع لنا، تدلنا على ناس طيبين شرواك وكذا. قال والله شوف الرجل هذا والله ما يعرفني ولا أعرفه، وقام بهالدنيا كلها لوجه الله. أما والله أنا ما أحصل مثل التصرفات اللي فيها يعني حقيقة فزعة ورجل نشمي وفيه يعني من الأخلاق. والله أنا شخصيا والله إن جازت له إحدى بناتي أنا بعطيه. أنا عندي 2 بنات أنا بعطيه واحدة منها.
قالوا والله جزاك الله خير، احنا ما احنا قصدنا نحرجك وكذا. قال لا والله اني صادق، ان جاكم ان شاء الله كلموا بينكم، انا والله ما مكلمه. وفعلا رجع واخذ سيارته الرجال، وداه الى سيارته، والحمد لله توكل على الله. خذ تليفونه كذا ايام تليفون ارضي، اتصلت ام الولد هذا على بيت الرجال هذا، وقالوا احنا ناس نبي نخطب منكم البنت. ولا قال من انتم؟ قال والله فلان الفلاني. قال والله ما سمعنا، لكن اذا جاء ابونا بنكلمه ان شاء الله. يوم جاء الرجال الشايب قال والله اتصلوا عليهم تليفون كذا من عائله كذا وانهم يبون البنت. قال العائله الفلانيه؟ والله ذولي ناس ما شاء الله ما انساهم في حياتي، انا كنت في منطقه بعيده مقطوع وانقذني الله على يد ولدهم، خلي احياهم الله. ولا جايين يخطبون للولد هذا قديش. وقال والله حنا يعني أكثر ما خطبنا من الناس طبعا يستبعدون محافظتنا، فما يعطون بناتهم بسهولة يعني، ولا يا أخي أنتم محافظتكم بعيدة ولا بنعطي ما. قال والله أما أنا فأنا متوكل على الله. قال طيب وش طلباتكم وش شروط؟ قال أبد ما عندي شروط ولا طلبات، والله مثل هذا إنه يشرى. وسبحان الله العظيم يعقدون وتتم الأمور ويتزوج. يوم جاء عند موضوع المهر قال له شف والله لا أتشرط عليك، اللي تستطيع لو ريال ادفع. وسبحان الله صارت سهالات ومشت الأمور. وسبحان الله يطلع هذا الرجل يقول الشايب يقول والله لو إني أنتقي المواصفات لأزواج بناتي ما أحصل هذا. يقول أتعب وأنا أمدح فيه عقب الحين عندهم 5 عيال بدري 4 عيال. يقول ما شاء الله في خلق وأدب واحترام وتقدير عجيب. سبحان الله العظيم كيف أن أحيانا المعروف يعني يجي يرد بمعروف آخر. سبحان الله العظيم. هذا يعني ما حبيت أذكره، قصة فيها نوع من العبرة. هذا سبحان الله. والله القصة الجميلة، والله يعطيك العافية ويبيض وجهك. وأبو عمر هذا طول عمره رجال يشتغل في شركة بالرياض، يقول راتبي 12,000. يقول الحمد لله أموري زينة وماشية وعندي 5 عيال ما بين بنات وعيال. يقول ولا عندي شغل يعني أشتغل يعني كتجارة وشي، ما عندي شيء أبد. الدوام البيت استراحة ربعي والبيت والدوام ما أروح أبد، وبالرياض وهو من هالقصيم. بس عاش حياته كلها بالرياض عشان دوامه. يقول ما أدري إيش صار بالشركة، صار في خسائر أو صار في مشكلة وفصلوا ناس الواجب من ضمن أنا. يقول ضاق صدر، تعرف متعود على الدوام وما عندي دخل غير راتبي. يقول خلاص افصلون انتهينا. وجيت كلمته مع عبد الله اللي يقول زوجتي مع عبد الله يخلي له ويطول بعمره. قال لهم عبد الله وش رايك؟ احنا ما عندنا حاجه بالرياض، لا دوام ولا شيء، واحنا قاعدين بايجار، ما حتى الايجار ما اقدر ادفعه. لكن عندهم بيت الورثه، بيت ابوه مزرعتهم قديمه ومهاجرين، ابوهم متوفين وله اكثر من 10 سنوات مهجوره. الله. البيت والمزرعه كلها مهجور. قال نبي نرجع البيت الوالد، نبي نسكن فيه. قالت اللي تبي صحيح ما عاد لنا حاجه، نبي نرجع القصيم. كلم حقين ليش حنونا الاثاث، جو شال عفشه. يوم اذن المغرب صلى بمسجد مع الجماعه واستسمح منهم وقال انا هذا اللي صار هذا صار وسامحوني وفي امان الله مع السلامه. قال رعى اللي شاحن العفش خلاص انت توجه القصيم خليك بالطريق وانا بروح امر رفيق اللي بياخذ من اغراض بحد الاحياء الثانيه غير الحي اللي هو فيه. نعم. على بال ما يصل طول عمره لك يدذن العشاء. يقول يوم وقفت رفيقي طالع من البيت يبي يصلي، قال خلينا نصلي بعدين عشان اعطيك الاغراض. هي المعلوميه المسجد اللي وصل فيها المغرب يقرأ الشيخ يقرأ وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا الآية كاملة عشان ما نطول عليكم. امبارح قرأ الله طول عمره يجزاه خير أبو عمر، قرأ الحين أبي يقرأ الآية كاملة فعشان ما نطول عليكم. يقول قرأ الشيخ وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا بالمسجد اللي حنا فيه اللي هو المغرب. طلعت البيت رفيقي طول عمر ولو طالع نصلي العشاء الحين، يقول أدخل طول عمر وأصلي مع العشاء ولا الإمام يقرأ نفس الآية وقلت استغفر ربكم. يقول والله ما أدري تقول في شيء الحين أنا يقول وش جاب اللي عندنا قبل شوي اللي عند بيتنا يقرأ الآية ذي والحين
المسجد الثاني عند بيت رفيقي يقرأ نفس الآية. أخذت أغراضي اللي عند رفيقي واتجهت القصيم أنا وهلي. يقول جينا المزرعة، تعرف البيت مهجور 10 سنوات ومغبر يقول جينا طول عمر وقاعد ننظف. قلنا بس لا، يقول قلت لهم عبد الله نبي ننظف غرفتين، غرفة ننزل بها العفش كامل وغرفة ننام فيها الليلة، وبكرة لا قمنا نشوف ايش حنا عليه، واصلين متأخرين يعني. يقول جينا ننظف الغرفة الأولى أنا وعبد الله ونغسل ونرتبه ونبدأ ننزل العفش. يقول المهم ما بقى شيء على صلاة الفجر، قلنا ما احنا بنايمين لين نصلي الفجر، عقب الصلاة ننام. أذن الفجر طول عمر. يقول أنا أدق سلفة طلع موتري، يقول المسجد، يقول احنا بمزرعة والمسجد بالحي اللي جنبنا. يقول دخلت المسجد وصلي الفجر إلا وقسما بالله الشيخ يقرأ نفس الآية. لا إله. يقول قسم بالله العظيم إن 3 مرات وكانها رسالة لي أنا، كان الله بيجازيني بشيء بس يبيني استغفر. يقول احنا مقصرين. ترى بعض الناس يقرأ القرآن طول العمر ما يتدبر ولا يعرف معناه، بس يقرأ لا 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 بس يسكر القرآن يمشي، ما يدري. لو تقول وش اللي قرأت، قرأت كذا بس ما يدري وش المقصود فيها. فيقول كأن الله قال لي استغفر، أنا مخبي لك رزق لكن استغفرني. يقول جيت لهم عبد الله، قلت لهم عبد الله هذا اللي صار مسجدنا وهذا مسجد رفيقي وهذا المسجد اللي بالحي. قالت والله القصور حنا مقصرين، لكن أبو عبد الله نبي نلزم استغفار، نبي نلزم استغفار، حنا يمكن مشاغل الدنيا الهتنا. يقول نقوم نلزم استغفار. يقول 4 أيام وحنا والله استغفار. يقول أنا ما عندي شيء الحين، أنا تو جاي وتعرف كان جديد على أني أنا من مواليد القصيم، لكن كان جديد لأني منقطع زمان عن القصيم، أنا حياتي كلها عشت بالرياض عشان وظيفة. يقول وأنا من المسجد البيت المسجد. يقول في شايب رجال عمره أتوقع أنه يعني حوالي 90 مقبل على 90. يقول مقعد معه عربية كهربائية ذي على كهرب. يقول شفت والله نستبشر منه بخير. يقول رجل بشوش ومنور الوجه وابتسامته ما تفارق. يقول عادة يجي قبل المسجد ويطلع آخر الناس. يقول أنا عادة أجي قبله ولا أجي معه أو كذا. يقول ما عندي أنا شغل غير المسجد والبيت، البيت المسجد، ما عندي شيء ثاني، خصوصا 4 أيام ذي من شغل البيت ينظف ونرتب وشوف ايش حنا عليه. يقول يوم جاك اليوم اللي هو رابع يوم إلا رجاء الشايب يوم انتهى من الصلاة وقاعد يتسنن وانتهى بيطلع الحين للبيت. يقول سلامك الله يوم جاء داير بالعربية تطفي العربية، ما أدري شو جاء. قلت له، يقول أنا قوم، قلت يا عم، يقول أنا عادة أطلع آخر واحد وصل باب المسجد. قلت يا عم سلامات فيه؟ قال والله ما أدري، لكن خلى غدير أكلم الشركة يجون يأخذونه يشوفون ايش فيه. قال يا عم الشركة ممكن يقعدون يوم يومين، تعرف عندهم ضغط عمل، لكن خلينا نوديه حق الصيانة قريبين يشوفونه. قال لا خلى أكلم الشركة. قال أبد بس امشي. يقول أنا أشيل الشايب وأخذ عربيتي وأحطه بالموتر وروح سلامك الله وانزل. قلت بنزل عم بروح ادور اشوف احد يصلحه. يقول لقى حق الكترونيات وشاف له فيوز بس غير فيوز. يقول كلها ما جت ولا ساعه، وانا ارجع لما بنزل عربيه قال والله ما تروح ولدين اقعد تقهوى. يقول ما شاء الله مبين الله منعم عليه، يقول مبين من بيته ومبين من سياراته من هيئته. يقول دخلت تقهوى طبعا ويسالني قال لي يا ولدي انت منين جاي؟ قال انا والله انا من الرياض، لكن انا هذه مزرعتنا ومزرعه الوالد. قال لي يلا يحييك يا ولدي وعلمه. قال لي انا كنت مداوم بشركه وان الشركه خسارتها وما ادري ايش اللي صار فيها، المهم اني افصلها والحين قاعد. قال ما عندك شغل عندك؟ قال لا والله ما عندي شيء والله يا عم، لكن يرزق الله ان شاء الله. قال ان شاء الله يرزق الله. يقول اخذت شوي وجاء الشاب ويحط لي بظرف، يحط لي 10,000 الظرف. اي والله، ويحط 10,000. يقول راح، قال ابي رقم جوالك. يقول اعطيته رقم الجوال. قال بغيتك ترى بدق عليك. قال ما يخالف. يقول يوم جاء طول عمر من بكره ولا يدق علي رقم غريب وانا رد عليه السلام عليكم السلام رد. قال فلان قال نعم. قال انا فلان اللي هو طلع منه ولد الشايب. قال والله شوف والله ان الوالد قام يتكلم معنا كلنا انا واخواني واخواتي يثني عليك ثناء، يعني توقعنا ان قلنا الله بس الله يستر لا يعطيه كل املاكه، الثناء والمدح اللي يمدحك. قال الله يجزاه خير، ما سوى شيء، ترى انا عربيه رحت زين له. قال ابوي يرتاح لك بالحيل وحبك سبحان الله. يقول والله نعده اخو لكم وانكم لا تقصروا معه، ترى هذا وضعه، لكن حنا ابى اعلمك الوالد شديد شوي وصعب. ويقول كنت اجيب له طول العمر، جبت له سواقين من كل جميع الجنسيات، ماش اكثر واحد طول قعد له 10 ايام. يقول عيت اقلم مع السواقين، كان يخاف، كان فيه مشكله عند الوالد. لكن ابوي هو ودي يقول يعني مثل قلت ابيك تودي الوالد وتجيبه. قال حنا العيال لاهين بهالدنيا ومنشغلين عنها، ليش؟ عندنا شركات وعندنا مصانع وعندنا عقارات، وحنا ما حنا بالقصيم، اللي بالرياض واللي بالشرقيه واللي بجده، والله ما حنا بحول القصيم، لكن حنا لنا طلب وانت اخونا ولا حنا مقصرين معك. نبيك بس تصير حول الوالد،
قال أبد أبشر أنا فاضي متفرغ. قال بس نبيك مع الوالد، يعني مثل قلت نبيك توديه وتجيب وتهتم بالوالد، مرافق له. يقول قال أبد اللي تبون. يقول المهم قال كم كان يعطوك الشركة؟ قال والله كان يعطوني 12. قال بيعطيك 15 شهريا 15 بس خليك مع الوالد. قال أبد تم. يقول والله ان ال 15 تدخل عليك شهر ما ادري عنها. يقول الشايب لا باع من عقار اعطاني 50,000، اعطاني 20,000، اعطاني 30,000. يقول بعد وقت يبيع بالعقار 4 مرات بالشهر ما ادري معطيني 20,000، معطيني 50,000، معطيني 100,000. يقول بس ابد يجيب ظرف يعطيني هالشايب. يقول والله العظيم، يقول سبحان الله عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. يقول كنت متضايق، يقول توقعت ان الحياه انتهت عقب وظيفتي. سبحان الله صارت خير له سبحان الله من الاستغفار ومن طول العمر ان نيتها الطيبه. سبحان الله العظيم. يقول والله اني يدخل راتب علي والله ما ادري عنه ولا ادري هو جاء راتبي ولا ما جاء. يقول الشايب يعطوني العيال ايه قالوا لي كلمه، قال احنا بدخلك معنا بارباحنا جميع الشركات 1% وانت خليك مع الوالد بعد ابد. يقول ارباحك يمشي. يقول تدخل علي هالملايين والله. يقول الحمد لله. يقول تمنيت اني من زمان انا معهم. يقول معين خير وعندي خير وعندي ملايين غير العقارات اللي يعطون اللي جاهم رزق من العقار. اعطوني ارض اعطوني. يقول والحمد لله. يقول فتحت الدنيا بوجهي تراها بسبب الاستغفار. سبحان شوف رساله من الله ألهمه ان 3 مرات اني صلي بالمسجد وان الله سبحانه وتعالى ناوي له الرزق. فرزقك ما تدري وين موجود. والاستغفار قصه. هذا احد الاخوان يقول قبل 7 سنوات زوجتي جاها مرض في رجولها وصارت تعبانة، صارت حتى الرجل على الرجل ما تقدر تحطها، وأنا عندي أبناء منها وأحبها وأغليها. يقول وديناها المستشفيات، سووا لها فحوصات في كل مكان، قالوا ما عندك إلا المسكنات. الألم في الفخذ والرجل اليمين والظهر جزء منه. يقول والله حتى أنا في دوامي إذا اتصل علي واحد من العيال قال يا أبوي أمي تبكي من الألم. يقول والله ما عاد يصير لي يعني سبحان الله واهس للدوام، أطلع وجيها وأحاول أدهنها وأحاول أهدي من روعها. وإذا جاء في الليل حتى يجزاها الله خير أقوم الصبح أروح أصلي الفجر تقول لي عساك نمت؟ قلت هي. قلت أنت عساك نمتي؟ تقول لي نمت. قلت يا بنت الحلال شكلك ما نمتي. قالت والله يا فلان والله اني ما نمت ولا طب النوم عيني ما غير آلام شديدة. يقول فأسقط في يدي 7 شهور والمرة قدامي والحمد لله أنا بخير بنعمة والمستشفيات ما لقوا لها حل. فقلت ربما أنها عين أو نفس أو سبب. فاتصلت بإمام جامع في البديع الله يغفر له ويرحمه وقلت له يا شيخ. قال نعم. وهذه فائدة الاستشارة. ضروري أن الإنسان سبحان الله يستشير. ترى كبار السن والناس اللي في المجالس هذيلا ترى عندهم خبرات ومر عليهم تجارب. استشير ما في مانع حتى لو انها زوجتك. فقلت انا عندي زوجتي هذا وضعها وهذا وضعها ولعلك تجي تنفث عليها وتقرا عليها وان شاء الله باذن الله تتحسن. قالوا ايش فيها يا ابو فلان؟ قلت والله رجلها وزادت الآلام في رجولها وصارت حتى ما تقدر تحط رجل على رجل ولا تنام الليل وتاخذ مسكنات. وديناها المستشفيات ما لقينا علاج. قال ليش ما تكوي؟ يقول يوم قال ما تكوي ولا كأنه مولع اللمبة فيه. فعلا الكوي في حديث آخر العلاج الكي، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من ضمنها أوكية 3. اي نعم. فيقول قمت قلت خبر أحد؟ قال لي نعم أخبر واحد في المنطقة الفلانية تبعد عن الرياض 300 كيلو في المزارع، رجل فاضل وعنده ما شاء الله تبارك الله كل يمدح شغله. يقول أنا الحين كيف أعلمها أني بكويها؟ هي ما اداني شيء اسمه كوي. يقول وجيها. قلت يا أم فلان؟ قال نعم. قلت ترى حجزت موعد في المنطقة هذه وبنروح نكوي. قالت لو ايش يجيني اصبر على الألم ولا اصبر على الكوي؟ قلت يا بنت الحلال هذا من الصبر على الابتلاء. يقول واذكرها بالاحاديث واذكرها بالعلوم السابقه واذكرها بناس طابوا من هالشيء وانت الان عديه ألم عديه جرح عمليه ابد. يقول اخذ واعطي. يقول غلطتي اني علمتها في البدايه ولكن اهتديت الى فكره. قلت شوفي احنا بنروح يعلمنا اماكن الكي ونجي نكوي في الرياض بس انت لازم تروحين معي. انا طبعا اخذت الموعد من الرجال. يقول فكأنها هدت نفسيا. قالت خلاص. يقول يوم صلينا الفجر واروح انا وولدي عبد الله وزوجتي فارشين لها في السياره وراء افراش كامل وحاطين لها وسايد ونايمه وانا وولدي في السياره قدام. يقول مشينا
وصلنا المنطقة هذه وسألنا، يقول يوم جينا في القرية هذه يقولوا لا شايب شايل له شنطة فيها قهوة وشاي. قلت لحظة أخلي يا ولدي عبد الله أسأل الرجال هذا. قلت يا الربع وين فلان الفلاني اللي يكوي؟ قال انزل تقهو. قلت يا ابن الحلال أنا معي قال انزل تقهو. يقول وانزل عنده في عشة مزرعة جنبه أثره. قلت وشلون الرجال يده خفيفة الناس تمدح وانا قال أنا تشوف وجهي مايل؟ قلت لا. قال متأكد؟ قلت لا. قال والله يا ولدي اني قبل فترة جاني ضربة هواء وغير وجهي وصرت أعوذ بالله حتى ما أقدر أشوف الناس، جاني ما يسمى بالبلوجيه هذا، ما قدرت أشوف الناس أو الناس تشوفني واستحيت، ما بقى شيء ما سويته، إلين الله سبحانه وتعالى يسر لي جاري ورحت له وضربني مكواة عند اذني شفها ما هي بينه، والله ما أخذت 10 أيام إلا وجهي راجع كما كان. فأبشرك الرجال خفيف اليد ورائع جدا ويقص قص ما هو بيقصونه أي كوايين قبله. فقلت تكفى إن شاء الله إن هذا كلام مطمئن. يقول وارجع وعلم المرأة، قالت أبدا ماني بكاوي، لكن خله يقص المكان وإذا رجعنا الرياض شوف حل. يقول يوم جيت وجه المزرعة اللي مذكور فيها الرجال، وله هنا رجال أو عامل متعلق بالخلاء عليه يعني ملابس داخلية وقاعد إنه يشذب فيها. قلت السلام عليكم. قالوا عليكم السلام. قلت وين عمك؟ قال ليش أنا ماني بعاجبك؟ أثره هو. قلت له والله عاجبني وجه السعد. قال أنت بن فلان؟ أنا معطيه اسمي وموعدني. قال إيه. يقول يوم بدأ ينزل شوي شوي وينادي له واحد، قال رح جيب ثوبي من داخل، ولا يجيب ثوب العيد، جيب ثوب الفلاحة. يقول يروح الولد ويجيب الثوب ويلبسه الرجال. قال وين اللي معك؟ يقول أنا معلمة عن وضع زوجتي. قال موجودة، ما في مكان نكوي فيه غرفة ولا شيء؟ قال لا هنا في. قلت يا ابن الحلال قدام الناس. قال يا رجل الناس نايمة ما في إلا أنا وأنت، هذا كول الحريم. قلت خير إن شاء الله. يقولوا عندك مخدة؟ قلت عندي مخدة عندي فراش. يقولوا ننزل أغراضنا. يقولوا يوم شافها وسألها وسألني ومدري إيش، قام يقص الأماكن اللي فيها. قال هذه ما لها علاج إلا الكوي، غيره ما في علاج، لو تطير وتقعد انت. هذه فيها عروق وفيها في الفقرة رقم كذا الثالثة الظاهر أو الرابعة، هذه طالعة على العمود الشوكي أو هذا مسبب ضغط شديد، بالإضافة إلى الورك متحرك، ما هم معالجها إلا الكوي. وش أنك جبتها لي وترى كويها بسيط جدا؟ قالت لا ماني بكاوي. يقول وانا وياها شيل وحط انا ويا بنت الحلال، وصلنا الرجال ما ادري ايش يقول. قلت علاجس ان شاء الله وترجعين ما في سله العافيه. المرة ترى يا اخوان ما عاد تمشي، مشي ما تمشي، يعني عضد لها انا ولدي عبد الله حتى ندخلها البيت ونطلعها البيت. فقمت اذكرها بالله وذكرها بايات الصبر وذكرها بالاحتساب، وان هذا ان شاء الله يا الله اقتنعت بعد جهد جهيد. يقول قال لولده جيب الدافور صغير، يقول حطه قدامها ومعه مناسيب. يقول هي يوم شافت الدافور مولع وهذا قالت لا ما ابي اكوي. يقول قلت يا شيخ حتى الخروف اذا جو يذبحونها قدام الخروف الثاني في الحديث الصحيح انكم ما يعني حرام، وشلون هالمرض؟ قال يا رجل ما عليك بس ما عليك. يقولوا لا هذه 4 حمراء من شدة النار. يقول وانا ارفع على طرف مكان الكوي، يقول هو يا ابو عبد العزيز والكلام الجميع، يقول والله انه ما عنده خفة يد ما هي عند احد، انا ما توقعت. يقول ياخذ هذا ويضرب ثم يرجع الثاني، ياخذه ويضرب ثم يرجع الثاني. يقول ما تتوقعون، يقول خلال 5-6 ثواني كوى 10 أو 11 كية. يا سلام. يقول المهم ان المرأة يقول حنا انا وولدي ماسكينها. يقولوا قال شوف وحجبها عن اشياء وذكر لها اشياء، ومن ضمنها اذا قال الشمم، اذا جات شمم يسمونه يقول عليه بعودان الاثل، وهذه نصيحة مهمة ذكرها لي الرجال، قال لعلك تذكرها للناس. عودان الأثل مهمة جدا للشمم، فذكرها وعطانا كيس فيه عودان أثل، وقال إن شاء الله ما عليها إلا العافية. 10 أيام الجاية بتحس آلام عظيمة أكثر من الآلام السابقة، بعد 10 أيام بينطلق عوقها. قلت الله يجزاك خير ويثيبك. يقول وركبناها السيارة أنا ولدي عبد الله وتشكرنا منه، قلنا تبي شيء؟ قال والله اللي بيعطيني يعطيني واللي ما يعطيني أبدا أنا الأجر على الله. يقول والله إن الرجل هذا فاضل وطيب. يقول نركب السيارة ونرجع. يقول في نفس اليوم
يقول وصلنا ظهر على الظهر أو قبل الظهر بشوي، يقول وصلنا بيتنا. يقول قلت دخل السيارة في الجراج عشان ننزل أم عبد الله. قالت لا أنا بنزل. يا سلام. شلون؟ قالت والله ترى اللي مجلس كان موجود فيه بعض الأخوان اللي موجودين الآن، والرجل يقص القصة. يوم يقول فتحنا الباب وتنزل، يعني يقول عضدنا لها شوي لكن مو مثل أول، يقول خفت بنسبة كبيرة. يقول ندخلها المجلس ولا والله المرة يقول اليوم الأول اتصل عليها شلون؟ قالت لا والله أحسن. يوم الثاني يقول وينطلق عول. فيقول حنا جايين في الطريق تتأوه من المكاوي هذه من محل من المتساوي، فأقول أنا أبغى أخفف عليها. قلت يا أم فلان؟ قال نعم. قال له أي أقوى عليك، زواجي الثاني ولا اللسعات اللي فيت؟ قالت هذه في جلدي وذيك في قلبي يا أبو عبد الله. فقلت أنا يقول أبي أوسع صدرها. فيقول والله يعني أنا حاطها في عيوني ومهتم فيها، وإن فترة مرضها 7 شهور هذه ما تعديتها، ما غير أقوم فيها وأقرأ عليها فأنا أقول يا أخوان من باب هذا أن الرجل حتى لو تزوج، لكن الرجل الوافي وافي، واللي فيه خير فيه خير، ولا هو بمعناته أنه تزوج أنه بيترك زوجته الأولى ولا الثانية. أنا ماني والله على قولة القائل، لكن أقول ترى رجال فيهم خير عظيم، والمرأة لازم تضحي في بعض الأمور. يمكن الرجل يعني عنده على قولة القائل أمور الله أعلم فيها. فأسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة. هذا أحد المتابعين الله يطول عمركم من أخواننا في اليمن، يقول يا عبد الرحمن حالتنا ترحم، يعني عندهم مثل حالتنا ضعيفة وبسيطة. يقول حالتنا جدا بسيطة. يقول وأنا الوحيد اللي أشتغل في البيت، هذا أنا وأمي وأبوي وجدي وزوجتي بالإضافة لأخواتي. يقول كلنا في بيت واحد، بس أنا الوحيد الولد الشاب يعني موجود، فأنا أشتغل. يقول وأشتغل في مطعم، أقدم طلبات وأقدم كذا. يقول والله إنه حق الناس للناس ما يجي آخر الشهر إلا حنا على ناشفين بالحيل، يعني أساسيات الحياة. لا تتكلم عن مصرف مستشفى، ولا تتكلم عن عيد، ولا تتكلم عن أمور ثانية، لا لا لا، خلنا في الأكل الأساسي الحمد لله ماشية مستوري. يقول يوم جاء ذاك اليوم المبروك، يقول وتجيني هكا العائلة معهم جيب أخو الجديد راحت عليه موديلين، يقول ولاها طبعا لوحاتها سعودية، يقول ويقفون وينزل. قال العوائل وين؟ قال فوق. يقول ويطلعون فوق. يقول أنا تقريبا مسؤول عن الدور الثاني، أقدم طلبات وأشوف أخدمهم يعني. يقول كنت فوق. يقول يركض هو وعياله وبناته، ويقول معه ما شاء الله مجموعة، يقول أخذون أكبر طاولة. يقول قلت سم تفضل واشتطب. قال جيب لنا فطور، أي فطور بسرعة اللي عندك جاهز هاته. يقول كنت سم خلاص. يقول وحول والله غريب طلبه، يعني المفروض واحد يطلب بيحاسب. صحيح. يقول واروح والله واكلم زملائي في المطبخ، يلا اللي جاهز عندكم اعطونا ايش تبغى. قال لي عندك هاته. يقول واروح حط نعمه الله. يقول على طول سموا فيه سريع وياكلون بسرعه. يقول وانطلقوا من عندي ما اخذوا دخلتهم وطلعتهم 10 دقائق. أبا اي والله. يقول انا لازم اني من مهامي اني اذا طلع الزبون يعني اضف السفره وكذا واشوف باقي الاكل الصالح وكذا. يقول يوم دخلت، يقول وافتهم في الدرج هم نازلين، قال حاسب عند الكاشة، قال يقول وحاسب ويمشي. يقول انا وافتهم في الدرج رقيت. يقول يوم رقيت وادخل الجلسه حقتهم مثل هالطاوله هذه، يقول له والله هذا تالي الفطور. له والله ذيك الشنطه شنطه صغيره حقت حرمه، شنطه يد هذه. يقول لها والله موجوده، القطها. يقول وانطلق وراهم. يقول لما انطلقت ولا هذا هو عندي الاشاره، قد مشى الرجال، ما اقدر الحقه انا، اشوف سيارته بس ما اقدر الحقه، رجلي بتفتح الاشاره وبيمشي. يقول وميل على جار لنا عنده محل تصليح دبابات وما تصليح دبابات. يقول قلت له تكفى بالدباب هذا حقك. قال خذه. يقول على بال ما شغلته هندلته مرتين 3 الاشاره فتحت والرجال راح. يقول والحقه الحين غاب عن عيني. يقول والحقه وعلى الهجس الشنطه معي، بس انا ما ادري هو راح يمين راح سيده راح يسار والله ما اعلم. يقول قلت على الله اروح يمين شوي وادور ما شفته. يقول عود اروح من قد راح فعلا راح ما عاد في الحادثه فايده. الى الساعه هذا والى اللحظه هذه انا ما شفت وش في الشنطه والله. اي يقول ترى تسني سمعت الكلام ذا مبطي ترى.
يقول تني سمعتهم وانا قد الطلب وكذا نزلت الصحون عندهم، تني سمعتهم يقول عجلوا المنفذ باقي ساعه ما ادري وش يقولون المنفذ. واللوحات السعوديه جوازات معناها انهم بيروحون السعوديه. يقول غابت عن بالي ولا لسانتي ياسرت رحت الخط اللي يودي مثل المنفذ، لكن كتبت الله. يقول رجعت، يقول يوم رجعت واعطي راعي الدباب دباب، يقول افتح الشنطه. وش في الشنطه؟ ذهب ولا جوازات؟ لا والله فيه ذهب حريمك كله. يقول ذهب ما هو بسواليف، يعني بالنسبه ذهب ما يستهان فيه، ذهب حريم، هو بلي كنز لكنه ذهب حريم. يقولوا فيه فلوس ما بين سعودي ويماني. يقول انا الحين ما اقدر اخليها في المطعم، بتوخر الا ان شاء الله. ما آمن عليها، وهي امانه عندي. صحيح. والله جعل في قلبها المسلم الامانه. يقول قلت ابد ان خليتها هذه انا مسؤول عندها امام الله، طيب اخليها وين اوديها؟ يقول والله واخذها واستاذن من معزبي راعي المحل، قلت اباصل البيت وبجي. قال عجل، حزت فطور اخلص لا تضيع وقت الشغل. يقول قلت طيب. يقول واروح للبيت، يقول وانا ادور، يقول حتى بيتنا استغفر الله العظيم ما يامن فيه. يقول همها في ذمتي ولا ان شاء الله في كل خير، بس يقول همها في ذمتي، يورالين كل الناس بتطمع فيها. صحيح. وهو ما يلام، الناس اللي محتاجه يطمعون. يقول قلت ابد. يقول وانا اناظر وادور والله ما لقيت محل. يقول عند باب بيتنا سيارة تذكر نوح قديمه، يقول كفرات الاربعه على الجنوط، يقول ومغبره وهريان. يقول ما عقب ابوي في شبابه ما فيها عوض. يقول قلت بس هذا زين مالها بزبلها فيه. يقول اروح وافتح الشنطه وارفع الاستبنه واحطها تحت الاستبنه. يقول صك الشنطه، قلت هذه ما حد يلفت فيها نظر ولها عمر ما حد قرب منها، ما غير بساس طامر عليها. اي والله. يقول ارتحت الحين امنت عليه. يقول رجعت الدوام جلست فيه فتره. شوفوا ان سبحان الله العظيم شلون مجاري الامور. يقول يوم اخذت، يقول وتتعب حرمتي، يقول واشيلها واوديها المستشفى باللي عندي كله عالجتها، تعب بسيط. يقول تحسنت رجعتها. يقول ما امداني ارجعها ان شاء الله. يقول انا اقول يا ربي وش بيقضي هالشهر الين يجي الراتب الجاي. صحيح. الحين اللي معي موفر انا الاكل وشرب واساسيات عالجت بها الحرمه. انا لله يمشينا اللي في البيت، يمشينا اللي في البيت. يقول يوم اخذت يقول طاح ابوي، لا حول ولا قوه الا بالله. يقول وانا اتسلف من رفيق لي وقلت تكفى والله ابوي في المستشفى. يقول ترى الشيطان يجي ويروح يذكره الشيطان وقت ايام هبول يخبل لهم يبونها اسالوا عنها. صح. انت الحين الحمد لله رب العالمين دور سلف وعندك فلوس يمني وسعودي وذهب خبلت اغنمها مع الغانميه مغرب قل ما شفتها. يقول فعلا ترى ما شافها الا انا بس. يقول والله ماشي ما بين وبين واعوذ بالله من كل ما جاني الشيطان قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال اعوذ بالله. لا واروح اتسلف. يقول وعالج ابوي. يقول ورده. يقول ان شاء الله طاب. يقول يوم خلاص الحين انا الراتب الجاي بسدد به ولا اكله ولا اتسلف ناكلها. الحين جاتني الدنيا مع كل جهه. ويطيح جدي جلطه هالمره البلشه. يقول جلطه قالوا المستشفى ولا يطلع. هذا عاد مو مثل امراض خفيفه، لا هذا فيه جلطه وجلطته في الراس وتعبان وهذا رجال كبير ما يطلع يجلس عندنا مسيلات وملاحظات واشعه وتحاليل. والله يعينك حاسب. ونومك جاب ليس قال الشنطه يا الخبل الشنطه مو بليسك غيرك يتمنى وانت خبل انت حطها في ذا القرنبع ارفع الاستبنه وخذها يا الغنيمه العم مع الرجاجيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة. يقول ضاقت علي الأرض والله ما عاد أذكر ابن آدم على وجه الأرض ذاك اليوم بيسلفني إلا أن يشاء الله. يقول واذكر ولد عم لي في السعودية. يقول وأنا أتصل عليه قلت تكفى يا ابن عمي. قال أمرني. قال والله عند الله ثم عندك طاحت المرأة وعالجتها وطاح أبوي وهالحين جدي ما طلعوا تعبان وفي الوجه وفي ذمتي أنا اللي قايم من على البيت والله ما عندي شيء. قال والله ابشر بالسعد والله عندي له أنا والله بالراتب وعلى قدي لكن هنا 1000 ريال تفدى شاربك تراها عطى ما هي بسلف اللي هذا وضعك ينفزع لك. قال بيض الله وجهك. يقول واخذها وعالج جدي. يقول هذا نسدد ونقارب
يقول المهم مع كثر الروحات والجيات المستشفيات، يقول يوم رحت أصبح ذاك اليوم المطعم، قال راعي المطعم وش تبي؟ كتب أداوم. قال هو على كيفك أنت تداوم في المستشفى أنت، يوم إن أمي كذبة. قال مو صحيح، يوم إنه أبوي، يوم إن حرمتي، يوم إن جدي، أنت بتجيب لعائلتكم كلها، يلا توكل على الله. نوى طردته. لا أطرده، ما هم نواه. قال توكل على الله، لا عاد تصبح عندنا يا ابن حلال تكفى سوخه. قال أقول هذا تالي حسابك والله يرحم والديك. يقول عاد الحين ضاقت صدقه. اي بالله الحين تساوت. يقول والله اني رايح وفاتح الشنطه، شنطه السياره، دبه السياره. يقول ورايح الاستبنه. يقول يوم فتحت الشنطه، شنطه الاجاويد ذول، يقول انا اشوفها ذهب، هي ذهب ودراهم. يقول لا تنهى نارا تلظى. لا اله الا الله. كبرت في خاطره. ايه يقول يوم شفتها يقول وحشتني، يقول تنهى نار. لا اله الا الله. يقول خوفني ربي منها. هذه يقول هذه اللي بتدخل لي جهنم هذه. اي والله. اعوذ بالله. يقول انا ردها، اعوذ بالله اعوذ بالله. يقول والله واتركها. يقول وانا ما عاد تواصلت مع ولد عمي، اخذت منها لالت. يقول اتصلت اتشكر منه وكذا وادعي له وكذا. يقول جاء في بالي سالفه. وش شيء كان غايب عن بالي. المطعم عليه كاميرات واللوحات سعوديه. احسنت. يقول جت في بالي والله ما طرت على بالي قبل. يقول وانا اعود على راعي المطعم كلمت ولد عمي تشكرت من، قلت يا ابن عمي انا سالفتي كذا 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 كذا. قال والله انا ما ايد انك تاخذ حلال الناس مهما كان امانه. قال الله يرحم والديك ويشد من ازرك ويجزاك الجنه، لكن انت في السعوديه لو جبت لك لوحه السياره تستعلم عن راعيها، تقدر تجيب لي علم عن راعيها؟ قال لي والله اقدر. قلت رحم الله والديك. يقول وانا انطلق المطعم، يقول واجي معزبله هذا هو على الكاشير الكاونتر في الاستقبال. قلت سلام عليكم. قال ما عندي لك شغل. قال يا ابن الحلال ما ابي شغل. ما ابي شغل، ابي طلب واحد. قال وشو؟ قال ابي الكاميرا في اليوم الفلاني نرجع لها. يقول له من فضل الله ما بعد انحذفت. قال هذه بسيطه، ادخل عند فلان يسنعك. يقول والله ادخل في غرفه الخابر هنا. يقول ناظر، يقول اصور بالجوال، يقول ناظر وكبر اللوحه. يقول والله طلعت اللوحه. سلام. اي والله. يقول واتصل على ولد عمي، يقول اصور الشاشه وارسلها لي. قلت هذا رقم اللوحه، اسالك بالله تجيب لي علم عن راعيها. يا سلام. قال طيب. يقول والله هو ياخذ ما بطأ. يقول خذ له يومين ثلاث. يقول يوم قال تواصلت مع كفيلي ومع زملاء اللي سعوديين اصدقاء، يقول تراهم جابوا لي الخبر هذا فلان ابن فلان الفلاني، ومعطي تفويض على السياره، راعي السياره سعودي، ومعطي تفويض على السياره فلان ابن فلان الفلاني كافله، والظاهر انهم شراكه او كذا، وتراه هو اللي يسوق السياره اليماني. قال برحم الله والديك جيب لي عاد رقمه. يقول واخذ له كم يوم جاب لي رقم اليماني هذا. يقول انا اتصل عليه ساعه راح عليها اشهر. سلام عليكم السلام. يقول ترى الجوع اللي انا فيها الحين الى الساعه ذي لا تنشد، ادق من غبار الجنط على ما قال. غبار الجنط يعني ما يقول لك غبار الدقاق تقول بفطار. اي والله اكتمك فتقاقم بالحيل واصل حد مره. ايه يقول المهم مراد الله، يقول يطيح في يدي رقمه. يقول اتصل عليه السلام عليكم السلام. قلت يا اخوي انت فلان ابن فلان؟ قال لي نعم من معي. قال يا اخي انت مو قبل كم شهر كنت في اليمن واخر يوم لك في السعوديه مريت وافطرت في مطعم؟ قال لا صحيح. قال ما نسيتوا شيء في المطعم؟ قال ها الا والله شنطه. قال وش لونها؟ قال حمراء. قال بس وش فيها؟ قال ويضحك. قال فيها ذهب للحريم وفيها فلوس. قال الله يرحم والديك تراها في الحفظ والصوت والله ما نقص منها ريال، تراها جاهزه، الله يفكك من الشر فكني منها. يقول وهو يضحك قال سبحان الله العظيم إله الحين حافظها ربي. وشلون؟ قال والله لقيت انا وهذا ما جرى وهذا ما جرى والى الحين عندي. يقول يصيح لحرمته في البيت يا ام فلان يا فلانه. قالت نعم. قال ذهبش تبغين ذهبش؟ لهجتها اليمن. قالت ايش من ذهب؟ ايش من ذهب؟ نسيت. قال اللي نسيته في اليمن وهاوشت لين وصلنا جده وانا هاوش فيت. قالت راح الله لا يرد العدو يكفينا ذيك الهوشه وعسى الله يطول عمرك ما قصرت شريت لي غيره. اثر الرجل بخير وثري وشريك للسعودي هذا في تجارة كبيرة وعلى مستوى مو بسيط. قال ابشرك عوضنا الله خير، الفلوس جاب بدلها فلوس، والذهب والله ما اخذنا اسبوعين الا ان تراض اننا وحرمتي عقب هاك الهوشه،
وشريت لها ذهب ارضيها، والحين عوضنا ربي خير. وهذا والله ما هو جسنا انه بيرجع. قال وانا وش اسوي به؟ قال تدري همك حفظته؟ قال لي. قال الله اللي رده لك حلال. الله اكبر. والله ما يجينا منه شيء، هو لك كله. يا ابن حلال. قال والله ما يعوض. حلفت بالله فلانة انت سامحه بذهب كاتي بالله سامحه. يقول واخذه وبيعه، يقول ويقص لي مبلغ. اي بالله. يقول وافتح به مطعم. يا سلام. يقول صرت مدير هالحين. يقول وبشترك هالحين على الكاشير مثل معزبي الاول، وعندي عمال ومستانس وبخير. سلامتك يا رب لك.